السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سيداتي أنساتي سادتي عزيزي المستمع. النهاردة جاي أتكلم معاكم عن موضوع مهم جدا. كلنا بنعدي بمرحلة في حياتنا نحس إن يومنا شبه بعضه ومفيش فايدة. بنصحى ننام ونقعد على الموبايل ونتفرج على حاجات ملهاش لازمة، ونرجع نقول لنفسنا أنا بعمل إيه بحياتي. تعالوا بقى نتكلم إزاي نكسر الروتين ده، نبدله بروتين يقربنا لربنا سبحانه وتعالى ويحافظ على عقلنا وصحتنا النفسية. بص على يومك كده، بتضيع وقتك في ايه؟ موبايل، سوشيال ميديا، قاعدة من غير فايدة. خد قرار بسيط انك تقلل من الحاجات دي شوية، مش لازم تقطعها مرة واحدة، لا بس قلل شوية بشوية. ابدأ بحاجات بسيطة، صلي الفروض في وقتها. لو قادر تزود ركعتين قيام الليل ده انت هتكون زي الفل. وحتى تفتح المصحف وتقرأ فيه لمدة ربع ساعة بس، صدقني الفرق كبير جدا. والدعاء، متنسوش الدعاء، لأن الدعاء أصلا عبادة. اوعى تستهين بيه ابدا. قول يا رب ساعدني اغير حياتي للاحسن، اللهم امين يا رب، انا وانت يا رب. صدقني الفرق هيكون كبير. ابعد شوية عن الحاجات اللي بتشتتك، شوية من السوشيال ميديا وشوية من الاخبار اللي بتخنقك والصحبة السوء اللي دايما بتجرك للغلط. اقرأ كتاب او اسمع بودكاست مفيد او اتكلم مع حد بتحبه ويحسسك بالراحة والامان. اختصر عليك ده كله، قوم اتوضى وصلي لك ركعتين لوجه الله تعالى. اعمل لنفسك روتين خاص بيك في اليوم. انا هقول لك مثال بسيط جدا. اصحى بدري، افطر كويس، اكتب لنفسك 3 حاجات انت عاوز تعملهم في يومك. قسم يومك بين العبادة وبين الشغل والدراسة والراحة. خليك فاكر جسمك وعقلك ليهم حق عليك. خصص وقت لنفسك حتى لو نص ساعة في اليوم. اعمل حاجة بتحبها، اتمشى، ارسم، اكتب، اقرأ كتاب، اسمع قرآن للشيخ اللي بتحبه. اي حاجة تفصلك عن الدوشة بتاعت اليوم. في الاخر التغيير مش بيجي في يوم وليلة. خليك صبور وابدأ بخطوات صغيرة. اهم حاجة نية القلب، اهم حاجة النية. لو نيتك القرب من ربنا والحفاظ على نفسك، صدقني ربنا هيقويك وهيعينك في كل خطوة ولحظة. لو الفيديو عجبك ما تنسانيش باللايك والشير وتعمل سبسكرايب وتكتب ليا في التعليقات ايه اول خطوة ناوي تبدأ بيها من بكرة. استنوني فيديوهات جاية ان شاء الله. السلام عليكم.